دي بقى اسرع واطعم اكله لاي حد مستعجل وراجع من شغله تعبان، او ست البيت الشاطره اللي مش عايزه تبهدل البوتاجاز بتاعها اخر الاسبوع. لو اول مره تشوفوني، انا احمد، مهندس مش شيف، بس الطبخ ده لعبتي وبقدم المحتوى ده. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعه، ويلا بينا نبدا بسرعه. الحواوشي المصري على اصوله، وهنعمله بتسويتين مختلفتين، واحده في الطاسه والتانيه في الفرن، والطعم ايه حكايه. وتعالوا نجيب الموضوع من البدايه. هجيب نص كيلو لحمه مفرومه، وعليهم بصلايه كبيره او بصلتين متوسطين مضروبين في الكبه، وعليهم طماطمتين بس يكونوا جامدين شويه، مش عايزهم يكونوا فيهم ميه كتير، يا اما لو هم فيهم ميه كتير ممكن نشيل البذر ونحط اللحم بتاع الطماطم بس. واخر حاجه ربطه بقدونس. طبعا في ناس ما بتحبش الطماطم في الحواوشي، بس بصراحه انا بحس بطعم الطماطم بيكون ألذ، بيخليه طري وجوسي من جوه. نبدا بقى نحط التوابل البسيطه خالص بتاعتنا، شويه ملح، فلفل اسود، بابريكا، سنه كزبره صغيره خالص، وسنه بهارات. وبعدين هنقلب كله مع بعضه. ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات انتوا بتحبوا الحواوشي فيه طماطم ولا من غير. هنقلب كويس لحد لما الخلطه كلها تمتزج ببعضها، وبدون ما نخلي الطماطم تنزل الميه بتاعتها. وبس كده، هنسيبه في التلاجة نص ساعة أو ساعة على بال ما نجهز العيش ونبدأ نحشي العيش. بعد كده هنجيب العيش البلدي بتاع الفرن، نبدأ نفتحه. مش هفتحه فتحة كبيرة قوي علشان ما تبقاش مبهوقة واللحمة تقع منه. فتح كل الكمية اللي عندنا. نجيب بقى رغيف العيش، ناخد بقى جزء من اللحمة، بعد كده نرميه في قلب العيش. عايزين بقى تفردوه من جوه، عايزين تفردوه من بره، اهم حاجة يتفرد كويس لحد ما يبقى بالشكل ده. نخلص بقى باقي الكمية وبعد كده نخش على التسوية. انا عملت الرغيفين دول من غير فلفل، والباقي هحط عليه فلفل. جبت بقى قرنين فلفل حامي، وهبدأ انزل بيهم كلهم بقى وخلاص. عادة لما بكون مستعجل بلفه في ورق فويل وارميه في الفرن على طول زي كده. الرغيفين بقى اللي هما ما فيهمش فلفل لازم نعملهم مع بعض علشان ما يتلخبطوش مع الباقي. بس كده هندخلهم الفرن على حرارة 240 او 260 اعلى درجة حرارة في الفرن اللي عندكم لمدة 25 او 30 دقيقة. والاتنين دول بقى هنعملهم على الطاسة. يلا بينا. هنسخن الطاسة كويس، هننزل بحتة زبدة او سمنة بلدي، طبعا هيكون افضل بكتير. وبعدين هننزل بالعيش ده بقى، هنهدي النار شوية عليه علشان ما يحمصش العيش واللحمة ما تكونش استوت. نقلب بقى على الوش التاني. يا سيدي على القرمشة يا سيدي. ممكن نحط حتة زبدة كده عشان تنزل برضو تحته من الناحية التانية. وبس كده. شيء رائع رائع. وكده نكون خلصنا. سامعين الصوت؟ رهيب. انا متفائل لده قوي، انا اول مرة اعمله بس مبسوط منه جدا. يلا بقى نجيب التاني اللي كان في الفرن. تعالوا بقى ندوق اللي في الطاسة اجدع ولا اللي في الفرن اجدع. بصوا كمان اللي في الفرن جامد صح؟ طب تعالوا نشوف بقى مين اللي اجمد فيهم، اللي في الطاسة ولا اللي في الفرن. يا ترى بقى انهي واحد فيهم اللي هيكسب؟ بسم الله. ايه ده؟ ايه ده؟ طب نشوف بقى اللي في الفرن. سخن. بصوا بقى ملخص التجربة، اللي في الفرن سهل العمايل، انا بحطه في ورق فويل وبرميه في الفرن يستوي براحته. ده محتاج مجهود شوية، بس بصراحة طعم العيش اللي معمول في الطاسة اطعم بكتير من العيش اللي في الفرن. الزبدة هنا خلت العيش فيه سنة قرمشة وطعم ألذ، انما هنا اللي في الفرن طعم اللحمة فيه طاغي على العيش. هنا طعم العيش حلو قوي وطعم اللحمة
جميل جدا. ممكن نعمل العيش في الفرن بطريقة تانية خالص. هنحط العيش من غير فويل وندهنه بأي طبقة دهنية، سمنة بلدي، زبدة، زيت، أي مادة دهنية ممكن ندهن بيها العيش وندخله الفرن، بس نخلي بالنا علشان ما يتحرقش. أنصحكم تجربوه، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتمنشنوا لحبايبكم اللي هتأكلوهم الحواوشي المصري ده. أشوفكم في فيديو جديد. الفلفل جامد أوي بس حلو برضه.